الراجل بالنسبه له مش مقتنع باجنحه في الدوري المصري غير 2. ما بيقولش ضموهم عشان الكلام برضو يبقى واضح، بيقول انا مش مقتنع او هو مش مقتنع الا ب2: زيزو في اليمين ورمضان صبحي في الشمال. تمام. دول الاثنين لعيبه في الدوري المصري، في الدوري المصري اللي هو الراجل شايفهم في مركز الجناح ممكن يعملوا اضافه على اللعيبه اللي موجوده، اللي هم يقدروا يجوا يعني ينافسوا بقى حسين الشحات، ينافسوا بقى بيرسيتاو، ينافسوا اللعيبه اللي على المستوى ده. غير كده لا، هو مش شايف. فده الكلام اللي اتقال، فالكلمه دي اتقالت فاتسربت فخرجت ان رمضان صبحي والراجل عايز رمضان صبحي. لا، الراجل ما طلبش رمضان صبحي للامانه، هو وكيله اللي اتكلم، ووكيله اتكلم زي ما بقول لك بالنص كده. هو الموضوع كله ان هو قال لهم الراجل شايف ان دول افضل 2 اجنحه، ومن وراهم ابراهيم عادل، بس هو شايف ان ابراهيم عادل يعني يتم استخدامه بشكل مختلف، يعني مش جناح، هو ما بيشوفوش جناح قوي، هو بيشوفه يلعب يعني تحت الفيرود افضل يعني من وجهه نظر كولر يعني. بس انا لما جت لي الحته دي جت لك ناصر ماهر. جت لي رمضان وناصر ماهر. ما احنا ما بنتكلمش عن ناصر ماهر، مش جناح. انا دلوقتي بحدد لك ناصر ماهر